من أول ما كان بيلعب سيف في المدارس لحد ما بقى راجل الدولة الأول ومستكشف الصحاري ومربي الملوك. حكاية النهاردة عن أحمد حسنين باشا. يا مساء الفل على أهل مصر وكل الدنيا. حكايتنا بتبدأ سنة 1889 في قلب حي بولاق العريق في القاهرة. هناك اتولد أحمد حسنين من عيلة ليها أصل وفصل. أبوه الشيخ محمد حسنين البولاقي كان لدرجة إن سنة 1912 أحمد حسنين كان المصري الوحيد اللي بيمثل بلدنا في الدورة الأولمبية اللي كانت في ستوكهولم. ومش بس كده، كررها تاني في أولمبياد بروكسل سنة 1920 وبقى أول مصري يشارك في الأولمبياد ويشيل علم بلده في المحفل ده غير إنه قرر يبقى أول مصري يسوق طيارة خاصة من أوروبا لمصر. الرحلة دي كانت مليانة صعاب، اضطر ينزل في فرنسا وبعدين هبط اضطراباً لأبعد الحدود. في المنصب ده حارب الفساد بكل قوته وعزيمته، وده خلى نجمه السياسي يلمع بسرعة الصاروخ.